الشيخ ياسين الرميثي الرادود والناع الحسين المعروف، يتكلم على سيرة أبيه بتفاصيلها وبصورة مختصرة. ماكو صوت؟ ماكو صوت؟ لا أمير أكو صوت، أكو صوت، أكو صوت. لك المايك أمير. والصلاة على محمد. وزعنا الإعلان، وديناه لكل الغرف، وديت لكل الغرف الإعلان. نعم الإعلان وديت صاحب السمو، إذا تقدر أنت تودي الإعلان مرة أخرى هم ودي، ماكو إشكال إن شاء الله. ها أمير تسمعني إن شاء الله؟ أمير، أمير إن شاء الله تسمعني؟ تسمعني إن شاء الله أمير؟ يلا لك المايك أمير. بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. هو مو أمير اسمه عامر بس أنا أسميه أمير تخفيا. لكم المايك بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. الو السلام عليكم اخوان. شلونكم اخويا؟ شلون صحتكم؟ عظم الله اجركم بهذا المصاب الاليم، مصاب ابا عبد الله الحسين عليه السلام. اني قاسم الاخ الابن الولد طه ياسين خضير الاكبر، بعده عادل ياسين خضير، واني قاسم ياسين خضير، وعقيل ياسين خضير، وحيدر ياسين خضير. 5 من الاولاد وبنات 2. وانا بخدمتكم شيخ، وعندكم اسئله استفسارات عن حياه الشيخ انا حاضر. لكم المايك اخوان. حياك الله، حياك الله مولاي الغالي، حياك الله، حياك الله وزارتنا البركة، والله تزورنا البركة في هذا اليوم وأنت ابن الشيخ ياسين الرميثي. حياك الله مولاي. مولاي نريد نعرف سيرة حياة الوالد يعني من الصغر، الشيء اللي مرت عليه بهذه الحياة، لماذا ذهب إلى مخيم رفحاء، هل عندك إخوان شهداء استشهدوا في النظام السابق، واخرها مثلا ياسين الضمايرنك وكيف انتشرت. يعني هاي من ضمن الرواديد اللي ردتها الله يرحمه الشيخ ياسين الرميثي، ونحن كلنا من المعجبين، وهو من الجيل الحمد لله العفو، وهو من الجيل الأول، وشنو وصيته قبل وفاته، من هاي الأشياء إن شاء الله من هذا القبيل. لكم المايك. الو الو امير تسمعني؟ امير عامر تسمعني ان شاء الله مولاي؟ تسمعني تسمعني امير تسمعني؟ وسام الصوت موجود؟ اي مولاي اعطيتك اللي يعني يعطينا تفاصيل حياته، تفاصيل حياتك، لماذا خرج الى مخيم رفحة في السعودية، هل عنده اخوان عدمه، والمعاناة اللي كانوا يعانونها بهذا السبب، كيف انت كيف عرف هذه القصيدة حسين الضمايرنا، انت اين تعيش، من هالكلام، يعني من هذا الكلام. صوت جيد. لكم المايك. يعني تكلم على السيرة، على السيرة. لكم المايك. آخر وصيته قبل لا يتوفى شنو أوصى؟ لكم المايك. الوالد ياسين خضير جبر الرميثي ولد في مدينة الرميثي من مواليد 1929. التقى إلى منبر الإمام الحسين في مدينة الرميثي أول مرة وهو عمره
19 سنة، ومن ذاك اليوم إلى حد يوم مماته ما تخلف عن يوم من أيام عاشوراء إلا بسبب خروجنا من العراق عام 1991 بسبب قيامنا بالمشاركة بالانتفاضة المباركة الشعبانية. ارتقى المنبر وهو عمره 19 سنة في مدينة الرميثة، وكانت له قصائد أغلبيتها كانت سياسية بسبب الظروف العراق اللي يعيشها قبل أيام النظام البائد وقبل النظام البائد أيام حكم حزب البعث. فله قصائد حسينية واجتماعية وحسينية بنفس الوقت، وكانت لها صدى كبير في مدينة الرميثة. ولكن تعرف أنت أيام السبعينات والستينات التسجيلات كانت مو على هذا المستوى اللي مال الانتشار هسه يعني موجودين به، خاصة التسجيل والانتشار الواسع. فكانت يعني محدودة التسجيلات على التسجيل القديم، وأغلبيتها يعني مع الأسف تلفت أيام الانتفاضة الشعبانية بعد دخول الجيش والنظام البائد إلى بيوت الناس. فما عندنا أي شيء يعني إلا ننتلف هذا الشيء ونخلص من عنده، فما قدرنا نهرب لأي مكان مع الأسف. قصائد حسينية سياسية في أيام كربلاء أيام المسيرة سنة 1970، وكانت أغلبيتها هي مستهلات ضد النظام. وكان مع من ذلك الوقت أهل الموقف من أهالي الرميثة سيد صالح الشرع الله يرحمه وسيد إبراهيم الشرع الله يرحمه وحجي كاظم آل سعيد ومحمد الرضا الله يرحمهم جميعا يعني. فقاموا بتسجيل مستهلات بعد إعطائه الشيخ خالد القصاب الشاعر النجفي قصائد سياسية ومستهلات سياسية، قاموا بإذاعتها أثناء المسيرة في مدينة كربلاء أمام مرقد الإمام الحسين، وصارت ضجة وصارت مثل انتفاضة في ذلك اليوم. فما كان من قوات الأمن والنظام البائد إلا التهجم على المسيرة وإلقاء القبض على الشيخ وسيد صالح وسيد إبراهيم ومحمد رضا من أهالي الرميثة، وتم إيداعهم السجن. وبعد ذلك تم نقلهم إلى بغداد إلى سجن الفضيلية، وهناك تم حكمهم وحكم الشيخ من ضمنهم أتذكر حكم الشيخ حكموه ب6 أشهر، فانحكم من سجن 6 أشهر في سجن الرميثة بعد أن حكموه ببغداد يعني. أما بقصيدة حسين بضمايرنا فهو سبق وأن ألقاها في مدينة الرميثة في سنة الستينات، ولكن لم يكتب لها النجاح والانتشار في ذلك الوقت بسبب النظام البائد. والسبب الثاني الأكبر هو التسجيلات خذ يا محمد المنتعاتب تربية حيدر كلها يلقاها في مدينة الرميثة. وأنا بعد بخدمتكم شنو الأسئلة اللي عندكم إياها أنا مستعد عليها، من شغلة الانتفاضة الشعبانية إلى ذهابه إلى البحرين قراءته في البحرين، وأنا بخدمتكم. أي أسئلة أنا حاضر. حياك الله حياك الله مولاي، حياك الله مولاي قاسم. اي مولاي اكمل بعد الانتفاضة. الى اين ذهبتم؟ نعم بعد الانتفاضة، بعد الانتفاضة مولاي قاسم، بعد الانتفاضة من حدث الانتفاضة الى اين ذهبتم؟ واين ذهب الشيخ؟ وكم عدد اخوانك؟ هل عندك اخوان اعدمهم النظام لعنة الله عليه النظام الهدامي؟ عندما خرجتم إلى رفحة كم المدة اللي ظل الشيخ في رفحة؟ ثم بعدها وين راح؟ شنو آخر وصاياه؟ شنو آخر وصاياه؟ يا الله الله يرحمه، والله الله يرحمه يا سير، والله ما يوم شغلت حسين ضمير إذا أنا ما أبكي والله. والله أولئك الجيل هسه ولا جتنا لطميات هندية ولطميات باكستانية سين والله
والله نبكي على ذلك الجيل. والله عندما أي رد أي نعي كأنك في كربلاء. اي والله. فمولاي فريد مولاي تتكلم لنا بعد احداث الانتفاضه، كيف طريقه الخروج الى رفحه، وكم المده استمرت في رفحه، وبعدها الى اين ذهب، اين استقر بعد السقوط هل رجع الى العراق ام لم يرجع، اخر وصيته شنو اوصى قبل لا يموت. من هذا الكلام مولاي، واستمر بالكلام مولاي، واحنا نطرح الاسئله على التكست ان شاء الله. الآن هذا التسجيل هو الحوار الآن هو مسجل، وراح ينزل على رابط الغرفة مولاي الأخ قاسم. هذا راح يبقى يعني يجوز أنا وأنت نروح، بس هاي التسجيلات تبقى على اليوتيوب وتبقى مسجلة، يعني مسجلة. خاف يوم بكرة يعني أي شخص يريد يسأل يقول له لا هذا نقطه، هذا نقطه، هذا وين هذا جماعة الوهابية نقطوها. اجت الوهابية، هاجت الوهابية. نعم مولاي، يعني مولاي من هذه الطريقة، يعني هكذا مولاي. تسمعني إن شاء الله أمير؟ تسمعني إن شاء الله أمير مولاي؟ أسئلتي واضحة. بعد الأحداث الانتفاضة هل عندك أخوان أعدموا أم يعني ما عندك أخوان أعدموا؟ كم استمر الشيخ وأنتم في مخيم رفحة؟ المدة، أين ذهبتم؟ خرجتم إلى دولة أخرى؟ والدك أين ذهب في تلك الفترة؟ شنو الأحداث اللي مرت به بعد خروجه؟ هل رجع بعد السقوط أم لم يرجع؟ آخر وصيته. من هذا الكلام مولاي. لكن المايك مولاي قاسم أو عامر، بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان، شغلة الانتفاضة عام 1991 كانت هي فرصة مواتية لكل الشعب العراقي، خاصة الشيعة بالجنوب، لأن هم أكثر ظلما وأكثر اضطهادا أيام صدام الملعون. شارك الشيخ وكل أبنائه وكل عوائله وكل جيرانه وكل أهل المنطقة في ذيك الانتفاضة، وكانت فرصة مواتية للإطاحة بنظام صدام حسين، وقد شارك بكل ما يملك هو وأولاده. فشارك بالانتفاضة وقدم 3 أولاد شهداء عام 1991. هو الأخ الأكبر طه ياسين خضير الله يرحمه، وعادل ياسين خضير الله يرحمه، وعقيل ياسين خضير الله يرحمه. ولكن تعرف أن هناك ظروف سياسية حاولت دون نجاح الانتفاضة، وساعدوا على قمعها وفشلها مساعدة دول إقليمية مثل السعودية وغيرها من الوهابية، فلم يكتب لها النجاح. ورجع صدام بقوته وجبروته وجيشه، فاستطاع أن يقضي على تلك الانتفاضة الشعبانية المباركة، وتم خروجنا من العراق والذهاب إلى المملكة العربية السعودية. أنا وأخي تم إلقاء القبض علينا من قبل الجيش. أما الشيخ الله يرحمه وسيد صالح والمجموعة التي كانت معه استطاعوا أن يوصلوا إلى مدينة صفوان، واستطاعوا أن يبقوا في مدينة صفوان هناك. أما أنا وأخي في هذه الأثناء تم إلقاء القبض علينا بالبيت، وتم أخذنا إلى بغداد إلى سجن الرضوانية، وكان معي بعض الجيران من الذين شاركوا في الانتفاضة المباركة. في هذه الأثناء انقطعت أخبار الشيخ علينا، بعد ما لا يعرف عنا شيء ولا نعرف عنه شيء ولا نعرف عن عائلتنا شيء. فأخذوا إلقاء القبض علي أنا وأخوتي المرحوم طه وعادل وعقيل. أما حيدر فتم إطلاق سراحه ولو صغر سنه، أنا ذاك كان عمري يمكن 10 سنين، فتم إطلاق سراحه من أيام رميته، يعني قبل أن يتم تسفيرنا إلى بغداد. فوصلنا إلى بغداد أنا وأخوتي ال3 الشهداء، وتم هناك تصفيتهم في سجن الرضوانية بعد اعتراف بعض الأشخاص من الذين يعلمون على الناس، يعني من أهالي ضميثة خاصة الأمن، فاعترف عليهم واستطاع أن يتعرف عليهم ونحتسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. أما أنا خروجي قصة طويلة يراد لها شرح طويل نأتي لها بعد، يعني في فترة قادمة إن شاء الله. للشيخ 3 أخوة،
اثنين أكبر من عنده وواحد أصغر منه. الأكبر عمي عابد الحاج خضير، والثاني طه الحاج خضير، والثالث محمد الحاج خضير. هم هؤلاء الثلاثة الأخوة إلى الشيخ ياسين، وجميعهم انتقلوا إلى رحمة الله وإلى جنات الخلد إن شاء الله. شارك بعد الانتفاضة الشعبانية، بعد سقوط الانتفاضة بمشاركة ومعاونة آل سعود الوهابية، تم جمع أثناء هذه أن تم إطلاق سراحي من مدينة الرضوانية لسبب بعد يعني أسباب بعدين أشرحها لكم طويلة، يعني قصة طويلة ويطول شرحها الآن. أريد أحكي لكم عن حياة الشيخ هسه. فتم إطلاق سراحي من السجن مهدم، وعائلتي عند خالتي هي والبنات خواتي، وما أعرف شيء عن اخواني بعد اللي كانوا في الرضوانيه. ولقيت هناك اخوي هم بعد اللي عندنا معلومات انه كان في مدينه صفوان مع اللاجئين العراقيين اللي ذهبوا الى صفوان. فعن طريق احد المعارف وهناك لقينا جميع المشاهدين من اهالي ضميثه واستقبلونا استقبالا حافلا وبارك الله فيهم. وبعدين الشيخ وكل اهالي ضميثه من معسكر صفوان الى معسكر ربحاء في السعوديه، وتم اللقاء الاول انا واخوي. حيدر مع والدي الشيخ ياسين ضميثي عام 1991 على ما أتذكر الشهر السادس في 1900. بعد بقائه في السعودية لا يحتمل، فلا يضاد علاج، خاصة أنه عملية للقلب ضرورية له. وتعرف السلطات السعودية يعني ما كانت تساعد وترحب بذلك الأشياء بالنسبة للاجئين الشيعة عندهم. فاثناء فتره بقائنا في السعوديه من 91 ل 94 ما تخلف الشيخ ولا اي سنه من السنين في اي مناسبه الا والتقى المنبر فشاركنا. قلت لك بعد عام 1994 تم خروجنا الى الولايات المتحده الامريكيه، وبقينا هناك من 94 الى 2003 ايام سقوط النظام. ويوم سقوط النظام بالشهر الثالث عام 2003 فالشيخ اول ما سمع الخبر سقوط النظام والطاغية قرر الرجوع إلى العراق عام 2003 الشهر التاسع. عبد الله الحسين وخدمة للحسين يعني، والحمد لله والشكر. أما بالنسبة لقصيدة حسين بضمايرنا، قصيدة حسين بضمايرنا تم إلقائها وإدائها في مدينة خرنابات في ديالى، وكتب لها النجاح
وكتب لها الاشتهار في ذلك البلد أو في تلك المدينة لأسباب مجهولة، يعني لحد الآن احنا ما نعرف والله يعني شنو بركة أبا عبد الله، الله راد يكتب هذا النجاح بهذا اليوم بهاي الساعة بهاي المدينة لهذا الشيخ يعني ولهذا الشاعر همينه. الشيخ الوالد بالنسبة مو إلي أنا يعني ولد من أولاده، بس هم أهل ضمتها كلهم ولده، يعني كلهم يفتخرون به كأنهم أبوهم وعلم من أعلام الشيعة. يعني مو أنا ابن من ولده يعني من صلبه، بس اللي حوالينا يعني من ضميته ومن الناس اللي من المحافظات ومن العراق كيف ومن الطائفة الشيعية، يعني هي كلها تفتخر يمكن أكثر ما تفتخر بي أنا إنه أنا أبو ابنه، يعني إنه من صلبه، بس هم والله فخر. يعني ايش اقول لك؟ ايش ما اقول لك؟ انا قليل ما اقدر اعبر عليك. يقول لك تقدر تجيده يعني. لا انا ولا اي واحد بالبيت ولا بالعائله يقدر يوصل يعني حتى لو 10% الى مستوى اداء والحان الحسينيه على المنبر. فانا اتمنى بس احنا اصواتنا شويه الله كاتب له الله كاتب له هذا الفخر وهذا التاريخ، والله كاتب له هذا الشيء يعني يختاره من دون حتى اخوته. يعني احنا مرخصتك ابو محمد، مرخصتكم يا موالين. انا اريد اسال السؤال، اريد اعرف شلون انكتبت القصيده مال حسين بضمائرنا. طلعت لك صوت هذا الاعلام ما اكو صوت شباب؟ عليكم شباب اكو صوت؟ ماكو هذا صوت اي يسمعونك ما يسمعوني. سالته سؤال قلت له يعني شلون انكتبت القصيده مال يا حسين بضمائرنا، شلون اجت ومن كتبها سؤال من عندي هذا انا ما اعلم. القصيده للشاعر المرحوم الله يرحمه حاج رسول محي الدين، واغلب الشعر اللي قام باداء الشيخ على المنبر لحاج رسول هو شعر سياسي، لان يمتاز بالشعر السياسي القوي حاج رسول محي الدين الله يرحمه، مع احتراماتي لكل الشعراء الشيخ خالدي وعبد الحسين الشبع وعبد الحسين الشرع، لهم يعني قصائد سياسيه رائعه، بس الشعر السياسي الاول تفوق فيه هو حج رسول محي الدين من خلال قصيده حسين الضمائرنا. فتم القائها في مدينه خرنابات في دياله في عام 1977، وكان الشيخ متردد في البدايه في قراءتها لانها تعرف انه قصيده سياسيه وتمس النظام البائد لذلك الوقت يعني تماما. وهي الحمد لله والشكر انه كان يطلع عليها الامن قبل اي قصيده يتم القائها من قبل الشيخ، يتم الموافقه عليها من قبل الامن. يا سنه هي 1977. فالحمد لله والشكر انه الله عماهم عمى قلوبهم بصيرتهم، فقاموا بتوقيع على القصيده، فكان لدى الشيخ عذر شرعي وقانوني انه انتم اطلعتوا على القصيده ووافقتوا على قراءتها وادائها. فالحمد لله والشكر قام باداء القصيده في مدينه خرنابات في دياله، وكان اكو ملاحظه بالقصيده اذا ما ادري من تمهيدها او ما من تمهيدها، انه القصيده قبل يوم قاموا بالاجتماع مع محمد الحاج طاهر الله يرحمه او الله يذكره بالخير قائد الموقف خرنابات في دياله في ذلك اليوم. قام الشيخ بالاجتماع معه ومع جميع اهل الموقف، وبلغهم انه في حاله اداء القصيده عدم طلب منا الاعاده في كل بيت من اي بيوت القصيده اللي تتم القائها، وانت اذا تلاحظ القصيده تراجع هسه ماكو بيت انعاد الا البيت قبل الاخير مالت اذا شنو الذهب شنو المال، هذا الوحيد اللي تاثرت به الناس جدا جدا فما تحملت اعصابهم فطلبوا الاعاده، وتنازل الشيخ عن رغبتهم وقام باعاده هذا البيت فقط، بالعلم انه حسب الاتفاق انه ممنوع اعاده اي بيت لانه كان يريد القاء القصيده باسرع وقت عدم اثاره فتنه او ما شابه ذلك. وكان في ذلك الوقت انه لدي ضابط ملازم اول قائد درع في مدينه الرميثه من اهالي الديوانيه ابن عمتي رعد الحاج لايم هو ابن عمتي، كان قائد درع في نفس المدينه التي كان يقرا فيها الشيخ ياسين
في دياله، وقام بالاجتماع معه وتبليغه بالقصيدة وكذا وكذا، وقال له أنه إذا تحاول تساعدني أنه إذا صارت ضجة أو لا سمح الله أو انتفاضة أو حركة تقوم أنت بحمايتي وإخلاء المكان من عندي بأي طريقة ما، ويعني وانت وعد خال الشيخ بذلك اليوم، وقام بمحاصرة الموكب تماما في ذلك الوقت حسب سلطته هو، والحمد لله والشكر مضت الأمور على خير وسلامة، والحمد لله والشكر وتم لها النجاح والموفقية هو والشاعر. لك المايك استاذ هيستوري تيشر، لكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد. حياك الله حياك الله حياك الله مولاي قاسم. بس مولاي قاسم، هل صحيح العفو، هل صحيح أنا سمعت هذا هكذا أمر، هل صحيح أن الشيخ ياسين الرميثي أوصى بدفن قصيدة يا حسين بضمايرنا معه في القبر؟ هل هذه الكلام صحيح أم غير صحيح؟ أوصى في وصيته بأن تدفن معه قصيدة يا حسين بضمايرنا؟ لك المايك واستمر بالكلام مولاي، واستمر بالكلام، كلام ما يشبع والله عن الشيخ ياسين الرميثي. لك المايك بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظك يا خالد. هو صحيح قام بإعطاء الوصية إلى والدتي وأخواتي في البيت، لأن احنا كنا موجودين بأمريكا وهو استقر بالعراق بعد 2003 من رجوعه، وقام بإعلان وصية إلى البيت بوضع قصيدة يا حسين بضمايرنا معه في القبر، وتم فعل ذلك تماما والحمد لله والشكر. زين. وحتى كذلك حتى حج رسول محي الدين نفس الشيء يعني فعل، هم وضعوا قصيدة يا حسين بضمايرنا في القبر مالته اثناء دفنه، والله يرحمهم جميعا. واكو قصائد هوايه مع الاسف، يعني انا اقول لك هاي من الاسرار، يعني انتم ما عندكم علم بها اكيد، انه قصيده يا حسين بضمايرنا هي ليست الوحيده التي يعني التي مكتوب يعني لها الشهره والظهور بهذا المستوى، بس مع الاسف انه هي قصيده يا حسين بضمايرنا غطت على القصائد الباقيه السياسيه القويه، وهناك قصيده لم يكتب لها الظهور وهي بمستوى قصيده يا حسين بضمايرنا، للموقف السياسي الذي كان يتكلم بها الشيخ في ذلك الوقت وقوتها وسياستها بذلك الوقت، لم يكتب لها النجاح والانتشار في اي مكان من العراق، غير بس احنا اهل البيت الوحيدين استطعنا ان نستمع اليها، لان عمل الشيخ تكتم عليها وسريه جدا جدا جدا. هي تخاطب الامام الحجه، هي بمستوى انا اعتبرها بمستوى حسين بضمايرنا، بس الشيخ الاسباب امنيه تخصه وتخص الشاعر الله يرحمه همين الحج راسم. انا اول مره اسمعها والله من قاسم هاي. اي والله انا اسرار هوايه الشيخ ما حبيت اطلعها يعني، بس هاي واحده من الاسرار، انه اكو قصيده بمستوى حسين بضمايرنا يعني لم يكتب لها النجاح بسبب تكتم الشيخ السر عليها تماما وعدم ظهورها، وهي تخص الامام الحج عجل الله فرجه. تقول يا غايب صبرنا يا غايب، ما بعد يجي الصبر يا غايب، وتحملنا جورش كثر يا غايب، ما بعد يجي الصبر يا غايب. فكان يخاطب بها الامام الحجه، اكو بها حافظه انا بس احكي لكم اياه. يا غايب خل اتذكر لكم، احافظ منها بيتين انا من هاي القصيده، احاول اتذكرها بشكل كامل يعني وصحيح. اظن يحلى الحديث وياك اذا ترضى وتسامحنا، تسامحنا وعلينا نعطف برضاك وخل نجيك احنا، نخبرك عن محن صارت كل محنه بألف محنه، انتهت هاي 1400 عام احنا بمسارحنا، تخاذلنا وتعصبنا ومذابحنا وقبايحنا، لا نرضى بكبير الراي ولا نحكي الحلق بيماي، ولا نرضى
لا نحكي الحلق بماي ولا نعرف دول هداي، وحتى اللي يداوينا عليل وما إله طيبة. أقول إحنا منقول إحنا، ما أقول انشملنا وبس. أقول يا وسافة يفوت عدونا علينا يتردس، يفوت ويقتل ويحرق أشرف مرقد وأقدس، وجميع العالم يعاين ولا واحد اللي يتنفس. حكي الواقع حكي الفارغ، حكي الواقع، حكي الفارغ لسان طويل، وحكي الواقع يصير أخرس. دخل المأذنة ناقوس تصير ويذهب الناموس، إذا صار المرض بالروس يصير شماك وأبدان يصوبها بأصاويبه، طالت مدة الغيبة. ذن تعذرون، ذن البيت يعني الحافظة من عندها، لأن هاي يعني استطعنا أن نسرقها شوية من البيت ونقدر نسمعها وحدنا بالبيت، ولحد هو ما عنده علم الله يرحمه. فذن يعني هاي لو مكتوب لها النجاح والاشتهار والظهور في ذلك الوقت يعني كانت بمستوى يا حسين وضمائرنا اعتقد تكون اذا مو يعني افضل بعد. شو اسمها القصيده بدايتها؟ يا غايب صبرنا يا غايب. يا غايب صبرنا بدايتها يعني مطلع القصيده. مطلع القصيده اي. وحملنا جورش كثر ما بعد يزي الصبر يا غايب. فما الحمد لله والشكر عن اسباب سريه عند الشيخ كان تكتم عليهم ما كتب لها الظهور. ليش؟ خوفا على الشاعر، يعني كان كلام بها اقوى واقسى من قصيده حسين بضمايرنا. فالشيخ حاج رسول محي الدين الله يرحمه ما وافق على ظهورها بذاك الوقت، يعني انه شغلات تخصه هو يعني خاف من عندها تربيه حيدر. وحتى لو متابع قصيده حسين بضمايرنا ما قال حتى ما قال الشاعر الحاج رسول محي الدين. لا ما قال، لان هو تحمل المسؤوليه كامله الشيخ اثناء اعتلاء المنبر، ورفض حتى يعني يطلبون من عنده لمن القصيده، رفض انه يعطي اسم حج رسول محي الدين انه شاعر قصيده حسين بضمايرنا. بالقصيده هاي الثانيه فصار تكتم عليها نهائيا ورفضوا اخراجها المجتمع، وتعرف انه اكو سر بيناتهم بالشغله تخصهم والحمد لله والشكر يعني. بس مع الاسف انه ما احنا متاسفين انه ما ظهرت للمجتمع والله الشيعي. وين اشتهرت يا حسين بضمايرنا؟ اشتهرت يا حسين بضمايرنا شهرمان في مدينه خرنابات في مدينه دياله. اي. فبعد انا هاي موجز بسيط عن حياه الشيخ. شوفوا اسئله استفسار عندكم انا حاضر. المايك لكم يا غاتي. يا قادر شو راح اسويك بحريني؟ حياك الله حياك الله حياك الله. حسين قاسم قراءة كارثة والله بس هو شنو تحطه بقلبك اول ما سمع انسى السمع يقول منو هذا عن وايد ما في طالب فطاحل فطاحل انا اخرس بس اسمع. هسه المايك لهم ما جاي. حياك الله حياك الله حياك الله مولاي قاسم. نعم هذا يقصد ابو جراح فكر هذا قارئ حسيني، بس قارئ حسيني بس المشكله الان هو عنده النت ضعيف، فتعرف الاوضاع النت بالعراق يعني يقطع وما شاء. بس الحمد لله والشكر يعني سجلنا اللي هذا، ومرخص لك ان هذا التسجيل راح يسجل وراح ينشر على اليوتيوب. يعني اذا انت تقبل ان هذا التسجيل ينشر ما تنشر ما ينشر، يعني هذا الشيء راجع لك. والله هذه الاسرار الرائعه التي لم نعلمها سابقا نريد مدى يعني من ولده اللي انت او حيدر الصغير تاثر بالشيخ. هل واحد من العائله اخر يعني انشد مثل الشيخ؟ مثل الشيخ انشد لو ما انشد يعني من هالكلام يعني. وعندما كان يمر عليه ايام محرم او يوم 10 محرم وهو في ارض الغربه، شنو كانت شعوره؟ شنو كانت وضعيته وهو بعيد عن العراق؟ وانتم كذلك شنو كانت اوضاعكم يوم 10 محرم، بالاخص الشيخ ياسين الرميثي عندما كان هو بعيد في ارض الغربه ومتعرض من النظام السابق الهدامي ويمر عليه يوم 10 محرم؟ شنو كانت اوضاعه يعني؟ ومنو منكم تاثر بالشيخ وصار يعني صار مثل الشيخ او من العائله؟ سؤالي منو من العائلة أصبح يعني رادود مثل الشيخ ياسين الرميثي؟
هذا أولا. وعندما كان في أرض الغربة ويمر عليه يوم 10 محرم، شنو كان تأثر هذا اليوم وهو في أرض الغربة؟ نكل ماي كمير بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. صلى على محمد وآل محمد. بالنسبة إن إحنا قلت لك إحنا 5 إخوان. أخونا أبو جراح وصل استوى. أهلا وسهلا بأبو جراح. زين. كان أقرب واحد يعني مو يوصل لمستوى الشيخ أو كذا، كان يعني تقريبا شايف الشيخ انه به صوره انه مستقبليه، انه اخوي الشهيد عقيل ياسين الخضير، كان هذا اقرب واحد بينا للشيخ يعني بالقصائد الحسينيه، اذا صوته يعني شوي قريب على صوت الشيخ. هذا واحد. اما اداء بالنسبه لايام عاشوراء، احنا بال 94 قلت لك طلعنا من السعوديه لحد 2003. بال 94 لحد 2003 دائما بكل سنه هو يحيي الشعائر الحسينيه في ولايه ميشيغان في الولايات المتحده الامريكيه، وان تسجيلات كامله بكل المواكب وكل الحسينيات التي قام باداء القراءه فيها في ذلك الوقت من 94 ل 2003. ولقد بعث له يعني السر هذا من الاسرار همينه، انه في سنه 2001 قام الحاج رسول محي الدين الله يرحمه بإعطاء الشيخ قصيدة عن طريق التليفون، واستطاع أن يحصل عليها وتسجيلها من خلال التليفون، وتم إلقاها في ولاية أمريكا في مدينة ميشيغان في جامع كربلاء، وكتب لها النجاح يعني ما شاء الله، يعني هم قصيدة هم فعلا سياسية. زين. وكل سنة كان يحيي الشعائر الحسينية وما تخلف على أي سنة من السنين من 94 ل 2003 ليوم عودته إلى العراق في الشهر التاسع بعد السقوط. فهذه كل، وحتى تم إلقاء قصيدة حسين بضماننا في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، قراها في مدينة سانت لويس وقراها في مدينة ميشيغان، والتسجيلات كلها موجودة عندنا في العراق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخوان، اكو بعد فسر من اسرار حياه الشيخ ما قضيتها لكم، فذكرني به ابو جراح لان هسه من حكى تذكرت القصه. الشيخ في سنه 72 و 73 كان يقرا في دوله البحرين، كل سنه يذهب الى دوله البحرين هو وكان الشيخ حميد المهاجر الخطيب، يذهبون سوا الى بلد البحرين ويلقون القصائد الحسينيه واحياء الشعائر الحسينيه هناك عام 1972 او 73. ف لحد 74 لغايه 75 او 76 اثناء ذهابه الى البحرين عند وصوله الى مطار بغداد الدولي تم منعه من السفر هو والحاج حميد المهاجر او الشيخ حميد المهاجر. فاحنا كنا سلمنا عليه وودعناه الشيخ من مدينه ضميثه على اساس انه رايح الى مدينه الى دوله البحرين. فمن منعوا السفر، تعرف ذاك الوقت ماكو اتصالات بهذا المستوى، هسه لا انترنت لا تليفونات لا شيء على هذا المستوى. فرجع من بغداد رجع الى النجف بسبب السفر والتعب، فتم جلوسه وضيافته من قبل الشيخ هادي القصاب صديقه، فتم استقباله في ذلك اليوم بعد عودته من المطار، وقعد بالبيت عند الشيخ هادي القصاب مدة يوم او يومين. واحنا احنا يعني علمنا وتفكيرنا انه هو الشيخ هسه بالبحرين جاي يحيي العشر الاوائل في مدينه البحرين عاده كل سنه يعني. فاثناء يريد يرجع من النجف الى ضميثه لاحياء الشعائر الحسينيه في مدينه ضميثه بعد منعه من السفر، لكن شاءت الاقدار والصدف وحكمه رب العالمين انه كان موكب من اهالي دياله في مدينه النجف يبحثون عن قارئ حسيني الى مدينتهم مدينه خرنابات، فجاءوا الى بيت الشيخ هادي القصاب يسالون ويطلبون مساعدته في الحصول على
قارئ حسيني على مستوى يعني معروف وجيد في الاداء. فقال لهم بالحرف الواحد الله يرحمه حاج الشيخ خالد القصاب انه انتم نزلتم من السماء وانتم عندكم حظ كبير جدا جدا والله يحبكم. قالوا له ليش؟ قالوا لي عندي هسه هنا احسن قارئ بالنسبه لي وارشحه الاول انا بالنسبه لكم الشيخ ياسين موجود عندي. فكانوا ما عندهم علم بشيخ ياسين هم هذه دياله، فقالوا على كفالتك وضمانتك يا شيخ هذا القصاب، قال لهم على كفالتي وضمانتي وروحوا جربوا شوفوا هاي السنه. فالحمد لله والشكر كتب لهم الله النجاح والتوفيق والسمعه الطيبه من يعني بركات بعد حسين لهذه المدينه وهذا الموكب، موكب الحاج محمد الحاج طاهر على ما اتذكر اسمه. فهاي سر من اسرار حياه الشيخ هم انا ما عندكم علم بها. يعني احنا هو بالبحرين على اساس رايح للبحرين، هو طلع خلص العشره التعاشور كلها خلصها بدياله، واثناء عودته استقبلناه استقبال انه جاي من البحرين. فبعدين قال لنا لا ابو يعني كنت بدياله وحكى لنا القصه كامله. زين بالبحرين وين كان يقرا؟ يا منطقه ما اتذكر. ما اتذكر بالضبط بالمنطقه بالبحرين ما اتذكرها والله، بس يعني زمن طويل وفتره طويله صار ما اتذكرها يعني. سألوك همين على القصيده هاي من ساعه مال غايب. اي قالوا لك موجوده انت الفيت بعد شلون القصيده سالتونا عنها قبل شويه السؤال على قصيده يا غايب صبرنا يا غايب واحملنا جود ايش كثر ما بعد يزي الصبر يا غايب. مع الاسف يعني مع الاسف قلت لك بال 91 كم تم اتلاف كل شيء ورقي او تسجيلي كاسيتات تخص الشيخ ياسين بذاك اليوم عن طريقه ومعرفته هو يعني. فتم يعني مع الاسف الشديد يعني ما لها اي اثر لحد الان غير انا الوحيد والشاعر الله يرحمه من الوحيد اللي استطعت يعني عن طريق السرقه يعني اخذت ذن البيتين حفظتهن من ظهر الشيخ يعني من وراه يعني مثل ما يقولون، والله يسامحنا. بس مع الاسف ما حفظتها كلها والله، كانت شويه امور صعبه ما يقبل تظهر يعني للشارع القصيده، ومع الاسف يعني. وانا اذا بخدمتكم اذا عندكم بعد اي سؤال اي استفسار عن حياه الشيخ انا بخدمتكم. بس اذا عندكم شاعر اذا موجود بيناتكم بالشاعر بهاي الغرفه الحسينيه انا اعلن جائزه من زمان احكيها، وهذا السر انا حامله بقلبي من ايام 77 لحد هذا اليوم وما معلن عنه لاي بشر. اثناء اداء القصيده بعد اداء القصيده واجتمع الشيخ مع الحاج رسول محي الدين في بيتنا في مدينه الرميثه، قام بزياره الشيخ وتهنئته على اداء القصيده والنجاح وكيفيه الاداء التي قام بها الشيخ واللحن الذي وضعها لها الشيخ. فقام يعني بالاستقبال بالاحضان يعني والبواكب بيناتهم صارت. فحضرت الجلسه انا الوحيده بالبيت بيناتهم، كنت انا ما يتجاوز عمري يمكن 8 سنين او 9 سنين في ذلك الوقت. اكو جمله يعني اكو القصيده بيحسن من يعني من خوف الشيخ والارتباك اللي كان والخشيه يعني الوقوع في مشكله للموكب وله وللناس وللشاعر، يعني قام باداء كلمه يعني مو ضمن النص او مو ضمن القصيده، قام بخطا كبير واضح جدا جدا في القصيده لم يستطيع اكتشافه اي انسان او اي شاعر لحد الان غير نفس الشاعر شاعر القصيده حاج رسول محي الدين الله يرحمه. وهذا السر انا بس انا حافظه انا عايش فيه الحافظه ما اقوله. بس اذا اكو شاعر عندكم انا اعلنت جائزه كبيره اي واحد يستطيع ان يكشف هذا الغلط بقصيده يحسن ضمايرنا يعني فالجائزه وهديه كبيره من عندي. اذا يعني اقول انه هذا مستوى حج رسول محي الدين ويستاهلها. بس لحد الان انا محافظ على السر وما اعلن لاي واحد. بالجراح يقول لك انا شاعر. لكم المايك استاذ استري العفو والصلاه على محمد وال محمد. لكم المايك بالصلاه على محمد وال بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وحيا الله مولاي عمار والضيف الكريم، حياكم الله جميعا. ان شاء الله في صوت. طبعا انا توني فهمت، انا لان اشوف مولاي عمار يتكلم بس مو صوته، ما كنت عارف الوضع. فحياكم الله والف رحمه على روح الشيخ محمد وال محمد. مولاي انت اعطيت جائزه، وبما اني انا شاعر ان شاء الله راح اكتب لك يعني اقول لك الخطا المطبعي، لكن شرط جائزتي ابي جكسار 2015. اوكي زين. يا حسين بضمايرنا صحنا بيك آمنا، لا صيحة عواطف هاي، لا دعوة ومجرد رأي، هذه من مبادئنا صحنا بيك آمنا. وهذه القصيدة إن شاء الله في صوت، في صوت ولا ما؟ أنا أتكلم عالي والمطلقة. زين زين. التكوين البشري يا حسين متساوي النوعية، جسمه ومحتوى واضح ومعروف بتساوية، الشيء اللي بيه خفي ومجهول نزعاته النفسية، وهي بدورها تكشفه وتظهر لك مخافيه. صح؟ وهذا هو القصيدة. مولاي اذا سمعني مسامحني ان شاء الله. يعني انت تقصد الخطا بالابيات او بالقافيه، بس انا هذا اللي بعرفه. ما ادري مولاي اذا سمعني. اللي كان بالابيات يعني بدايه القصيده، او تقصد الكسره الى القصيده مثلا. مولاي قاسم اذا الاداء ما فيها يعني خطا. يا حسين بضماير ما فيها خطا. يا حسين بضمايرنا صيحنا بك من، لا صيحة عواطف لا دعوة مجرد راي، هذه من مبادئنا صيحنا بك من. هذا ما فيها غلط. لكن المايك مولاي تاج راسه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزي أبو الجراح، أنت جاي تحكي المستهل، هذا المستهل. أنا أحكي لك عن أداء القصيدة بالتسلسل، يعني بالأبيات الشعرية بعد المستهل. بس أنا ما راح أقدر أقول لك إنه البيت الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أنه ما أقدر يعني. حج رسول أنت تكشف الخطأ مو بالمستهل. أنا جاي أقول لك الغلط مو بالمستهل، بس هي من كثر اندماج الشيخ مع القصيدة، الوحيد اللي استطاع كشف هذا الغلط هو شاعرها حج رسول محي الدين، ومع الأسف قام بضرب الأرض في تلك اللحظة، فحتى عتب على الشيخ كثيرا، وبالكلمة العراقية قال له ايش سويت يا شيخنا، لأن واضح الغلط جدا جدا جدا، يعني بين السماء والأرض الغلط. بس اندماج القصيدة وودائها ما خلت العالم تحس بأي غلط حتى لو شعر بها. الوحيد الحمد لله والشكر انه انا العايش اللي عندي الا هذا، وما عندنا هذا السبب الا اذا واحد يكشفه الي. انا مستعد على كل شيء هو يطلبه مني والله. يكشفه. لا مو هذا مو تكشفه من اتجاهاته شر لو حسن نيه. لا 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 مو هذا لا والله انا اريد اعطيك جائزه، مو اريد اعطيك جائزه، بس انا ما اقدر اصرح بالغلط. انا ما اقدر، لان هذا السر انا يعني اقول لك حامله بقلبي. وانا ما اعرف 77 واهل حميته والله اغلب الناس اللي هذا عامل يمي والله ما يعرفون، والله ما اعرف، الله يشهد. زين. وتحديت شعراء عفوا بالعراق، من اهل النجف ومن اهل ضميثه وهنا بامريكا، انه اللي يكشف الغلط له جائزه من عنده، اعتبر انه على مستوى حج رسول.
ولحد الان ماكو شخص استطاع يعني ان يكشف الغلط. ابو حسن احنا مدريديين، وانا مدريدي مو برشلوني. يلا حتى نطلع حبايب. لا مدريدي. جيب لكزس. جيب لكزس. اذا اكتشفت الخطا انا ابغى اعطيك جيب لكزس من عندي. موجوده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اخوانا اكو سؤال. يلا المايك لكم المايك. حياك الله. اذا تقول بالالقاء ان شاء الله اسبوع انا كشف لك الخطا، ان شاء الله اسبوع اكشف لك الخطا. انا عندي القصيده هاي ورقيه محتفظ بيها، انا محتفظ بيها القصيده، محتفظ فيها بكان جدا جدا امين. يعني تقريبا هاي كان عندي 4 اوراق ساحبها، هي 72 بيت. اخر بيت يقول صاحوا خارجي وصحنا يا حسين انت سيدها. هذا اخر بيت، هذا اخر بيت بالقصيده 72 بيت. فان شاء الله يعني تقول اثناء الالقاء ان شاء الله راح ارجع الالقاء وراجع الابيات، وسهله راح يطلع عندي الخطا. انا سؤالي كان هل الشيخ يوم من الايام في الخارج تعرض الى عمليه اغتيال؟ وعليكم السلام وحيا الله الداخلين، حيا الله الاخوان الداخلين، حيا الله الاخوان. الان مع مباشر مع الاخ قاسم بن الشيخ ياسين الرميثي. ان شاء الله هل الشيخ تعرض الى يوم من الايام الى عمليه اغتيال؟ هذا السؤال كان مطروح. والسؤال صاحب السمو يقول لك الإجابة، هل أنت تأثرت في خط الشيخ ياسين الرميثي؟ هل أنت عندك إمكانية الشيخ في الإلقاء؟ وإذا كان عندك إمكانية الإلقاء هل ممكن تسمعنا شيء؟ هذا سؤالين. لا لا هو مو بالكتابة، الكتابة صحيحة، بس هو يقول لك أبو جراح يقول لك أثناء الإلقاء مو بخطأ بالابيات. فانت لازم تراجع القصيده وتكظ الابيات ويا الشيخ بيت وراح يطلع عنده الخطأ. هكذا يقول. يعني انا لمده اسبوع انا استطيع ان اكشف لك الخطأ يعني بدون اي جائزه ان شاء الله. فلك المايك. سؤالي الان سؤالان. السؤال الاول هل الشيخ تعرض يوم من الايام الى عمليه اغتيال؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني يسألك صاحب السمو يقول هل تأثرت في الوالد؟ وهل عندك إمكانية أن تلقي قصيدة؟ وهل الآن تقدر تلقي قصيدة قريبة إلى صوته؟ أي. لكم المايك أمير، ومن بعد إن شاء الله أمير لك المايك أبو جراح. فكر لكم المايك أمير أو عامر، لكم المايك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بالنسبة لمحاولة الاغتيال ما تعرض الشيخ لمحاولة اغتيال، بس حاولوا أثناء وجودنا بالسعودية في ربحاء بين 91 إلى 94 قبل ما نخرج لأمريكا، يعني حاولوا تسفيره بأي صورة من الصور وأي شكل من الأشكال إرجاعا للعراق من خلال السعودية يعني. لكن تعرف أنه التفاف الناس حول الشيخ وجهاء العشائر والسادة والشيوخ بالمعسكر، وكانت السلطة في أيدي أهل السماوة، فلم يستطيع الوصول إلى الشيخ أو تسفيره، بالرغم من أنه قام بتسفير بعض الشخصيات من السعودية إلى العراق كرها. أما الشيخ ما تعرض لمحاولة اغتيال، لا. أما بالنسبة إلي أنا يعني قلت لك سبقا، قلت لك أنه تأثيرنا على الشيخ ما واحد بالعراق ما متأثر بالشيخ، أنا متأثر به كطريقين، كطريق والد يعني قدوة إلنا بالبيت ومثالي، وقدوة ومثالي كقائد يعني للمدبر الحسيني بمدينتنا. فواحد يفتخر بوالده ويفتخر انه قارئ حسيني، يعني الثنتين يعني يقول لك نور على نور يعني. فانا الاثنين اللي يفتخر بيهن، هو كأب في البيت يفتخر بي ونتفاخر بي، والطريقه الحسينيه وذا الخدمه الحسينيه بعد زادنا فخر وحب وتعلق بالشيخ الوالد. بالنسبه لي انا تعرف انه اذا من تسمع صوتي انه ما اقدر اصير قريب على الشيخ، وحتى هو قال لي انت ما تصير قريب علي لان انا اكو رده بلساني بحرف الراء، حرف الراء انه ما اقدر الفظه
طبيعيه يعني مثل اي شخص، اكو رده بلساني بحرف الراء، فقال لي انت من هذا الشيء انه ما تقدر تصير، انه لان الحرف مالتك هذا صعب على لسانك فما تقدر تصير. فكان اكثر شيء اعتنى بوالدي الشهيد عقيل الله يرحمه، وما الله كتب له الشهاده والحمد لله والشكر. وبعد انا حاضر، شكرا لكم اسئله، انا حاضر. اريد شو اسمه السؤال، ها ابو جراح يريد المايك، تبي المايك ابو جراح؟ لك المايك ابو جراح. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مولاي عمار، وحيا الله مولاي قاسم. حقيقة مولاي الشيخ رحمة الله عليه، وحيا الله الداخلين، حيا الله مولاي علي الجوهري. الشيخ فخر لكل شيعة أمير المؤمنين في أنحاء العالم، لكل شيعي وهو فخر وتاج على الرأس حقيقة. ونفخر بالشيخ رحمة الله على روحه، فهو فخرنا حقيقة. وأسأل الله أن يحفظكم جميعا ويحشره مع محمد وعلى محمد إن شاء الله بصوت. أنا حقيقة ما عندي سؤال، لكن مولاي قاسم أنت وخدني لما تقول إنه القصيدة محلولة. ما يعني أنا أشوف يعني برأيي في بيت فيه يعني حل، لكن تقول فقط بالإلغاء. يعني لازم أنا أرجع وأركز وأشغل تفكيري، لكن يعني وأنا هي موجودة عندي، يعني لازم أركز. يعني أنت تقصد يعني بالإلغاء يعني بالكلمة مثلا مولاي قاسم، أنت تقصد الغلط بالإلغاء في الكلمة مثلا؟ إيه على كيفك أشتري يا أبوي، اصبر يا أبوي اصبر على ما أنت حتى بطل يعني اصبر تتكلم. مولاي قاسم سامعني؟ ما سامعني يا عمي. أنا والله اتصلت عليكم ايش فيكم تظهر كل يوم عسى ما شاء، ايش فيكم؟ مولاي قاسم سامعني؟ يعني الحين تقصد ان القطع اثناء الالغاء ولا في القصيده؟ يا ابوي ما حد يرد علي سالم. اللهم صل على محمد. يلا شكرا، انا هاي مشاركتي يعني ما حد يرد علي، شو اسوي؟ اذا اشتري يضحك سموه يضحك ولا مشكله. يعني انا بسال يعني هو اثناء الالغاء يعني يلا مولاي لكم المايك. عمي بعد ما اخذ المايك خلاص ما ازعل من الله، باخذ المايك انا ما راح اسال مولاي قاسم حياك الله بعد ما اسال. شكرا لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزي ابو جراح، الغلط مو بالشاعر ولا بالقصيده اللي اعطاها الوالد الشيخ، القصيده المكتوبه كتابته. يريد يوصلك ترى. انه اذا تحاول تسرق مني كلمه او حرف ما تقدر ابو جراح. جاي اقول لك غلط بالاداء عن طريق الشيخ الوالد. كلمه بدال ما يقول مثلا بدل ما يقول هاي الكلمه القى كلمه غير هاي الكلمه المكتوبه بالقصيده الحج رسول محي الدين اللي اعطاها للشيخ. هاي الغلط الصادر عند الشيخ عند الاداء، بس ما اقدر اقول لك او اوضح لك اكثر من هذا. وانا حاضر اي شيء سؤال للجماعه، اي شخص يحب يعرف شيء عن حياه الشيخ وقصه حياته كامله، انا بالخدمه. المايك لكم يا غاتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حياك الله مولاي قاسم، وحياكم الله جميعا، واشكر مولاي عمار لانه اتاح الفرصه هذه ودخلتكم للروم. لكن بس حبيت اقول لك ان اليوم انا الحظ مالي اوف لاين نهائي، يعني الحظ مالي اوف لاين. سبحان الله اللي انت تقول لي تحاول تسرق مني انا والله زاد عن جد والله جد، لكن اليوم الحظ يعني اوف لاين اضحك واشتري. شكرا لكم حياكم الله. بعد ما راح اتكلم نهائيا. حياكم الله جميعا. انا شو اللي دخل انا شو اللي دخل هو الرجل قال يا ابو جراح، قال القصيده والشعر ما فيها اي خلل في الالقاء، فلازم شو تسوي؟ انا عندي القصيده هي تقريبا 72 بيت، فشو نسوي ابو جراح؟ شو نسوي؟ تجيب القصيده كتابا عندي مكتوبه وتتابعها مع الصوت، راح يظهر الخطا، يعني يظهر الخطا. انا اسبوع هيك ان شاء الله
اذا قدرت يعني ان شاء الله اذا قدرت احتمال اطلع الخطا احتمال. فهل مولاي به قاسم جوابي شنو مولاي سؤالك؟ نبه عيد سؤالك مولاي ابو الحسن. الخطأ الشيخ في احد الابيات قال من ايده والمفروض يقول من ايده. يقول الخطأ الاخ ابو الحسن خطأ الشيخ في احد الابيات يقول لا من ايده والمفروض يقول من ايده في سورة الشعرية. فقال الشيخ رحمه الله بلا كلام بعد ما اريد. يقول لا يقول مو هذا الخطأ. جواب مو السؤال. جواب مو السؤال يقول لك لا. ابو الحسن يقول لك لا عمي يا قاسم يقول ايه كنز. لا هو هذا يعني نبحث في القصيدة يعني هذا هو السؤال المطروح والله أول مرة نسمع به. محمد إذا جمرة يقول الأخ وسام يقول الخطأ على ريحتكم شنو الأزهار تحمل إذا جمرة. لا هو مو بالأبيات إخوان بس انتبهوا بس إخوان انتبهوا. هي المسألة مو لازم أنت تسمع القصيدة يقول لك بالإلقاء لازم تسمع القصيدة وعندك الأبيات الشعرية أنت موجودة وتتابعها بيت بيت وقول قول راح تظهر عندك. هذا السر يقول هذا السر وراح نكشفه إن شاء الله. أنت طلعت على هذا السؤال وراح أكشف لك إن شاء الله بعد أسبوع. أقول الأمير هذا الخطأ وما أريد أي شيء. لك المايك أبو جراح بالصلاة على محمد وآل بيته محمد. لكم المايك أبو جراح الغالي العزيز. لك المايك بالصلاة على محمد وآل بيته محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين إذا تسمحوا لي مولاي قاسم سامعني؟ سامعني إن شاء الله؟ يا أبوي في صوت؟ أكو صوت؟ زين مولاي أنا قاسم بقرأ لك يعني مثلا بيتين أو 3 بيوت من القصيدة تسمح لي إذا تسمحون لي. زين اللي أطلبه منك مثلا يعني بيتين 3 إذا أنا في البيتين كان الخطأ بس قول لي مو تقول أنت تسرق أفكاري. لا بس من ضمن البيتين أو 3 لأنه أنت أنا عرفت من كلامك أنه بداية القصيدة يعني مو أول بيت ثاني بيت. إن شاء الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين بضمايرنا صحنا بيك من لا صحت عواطف لا دعوة مجرد راي هذه من مبادئنا صحنا بك من وتكوين البشر يحسن متساوي النوعية وجسمه محتوى واضح معروف وبتساوية جيبي خفي ومجهول نزعته النفسية وهي بدورها تكشف تظهر لك مخافية تكشف من اتجاهاته شر لو هذا هني انا اقول الخطأ ولا انا قلت لك شر لو حسن النية صح. انا عندي على بالي شر لو حسن النية في صوت لا انا حين ببالي انا ببالي لان هني شوف حل تكشف من اتجاهاته شر لو حسن النية. فانا راح اركز على هذه النقطة شلون الشيخ رحمة الله عليه يقولها. اوكي وحنا بنفسك من عرفناها قدسية بشخصيتك لمسنا وصب من وجدته بشخصية لمسنا بك ابو الاحرار عرفنا الموت حرية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انا اوقف عندنا والحديث
بعد اللحظه هذه راجع، لان انا واقف عندي وكبت عندي شرلو ما اعرف طيبه، ما اعرف اجيبها، وانتم من المحسنين. مولاي قاسم، وانتم من المحسنين مولاي قاسم. زين انت لا اصبر لي خليني اسالك، ولا لا خليني بس اسمعني بس اسمعني. والله ما اريد اسرق افكارك، والله ما اريد اسرق افكارك، بس سؤال يعني الحين يا اخي اعتبرها من يربح مليون، في الاختيارات يا اخي ما يصير. يعني الخطا بالالغاء بالبدايه بالوسط بالاخير، يا اخي بدينا خيارات ما يصير. ضايع الجيب اللي زمان دعم مالته اقبل فوقه. مولاي عمي بطلت لا تخاف، الانجليز ما اريده بطلت، اقبل حتى بقول كل شيء اقبل، بس يعني ساعد هو الخطا بالبدايه بالوسط بالنهايه. لكم المايك مسبوقه محفوظ بالصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. عزيزي اخوي ابو جراح، يعني انا هو سر حافظه بيني وبين نفسي، يعني من السبعينات لحد هذا اليوم، هسه الساعه اللي احكي وياك فيها، ما حد اطلع عليه ولا واحد اللي يكشفه. هو ما عرفته وراجعته للقصيده، يقدر اذا هو على مستوى عالي من الشعريه انه يعني هو صعب، هو شيء انا اقول لك مو سهل تكشفه، يعني شيء صعب مو باستطاعة اي واحد يكشف هذا الغلط. ولولا حج رسول محي الدين صاحب القصيده هم لم يستطيع احد ان يكشفها من الشعراء الباقين، لان القصيده هي تخصه ومالته وهو كاتبها بايده، فمن سمعها راسا ضرب ايد بايد وعتب على الشيخ جدا 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 بذيك اللحظه يعني. بس الحمد لله والشكر انه لحد الان ما حد يعرف انه هذا الغلط وهذا سووا بالقصيده. ابو محمد يقول لك من ايد لايد الاخ من الساعه. لا هاي من ايده قطع من ايد، هاي لا مو هذا السبب. عاد الشيخ رجع صلحها من ايده، بالاول قال من ايده وتوقف، زين بعدين رجع قال من ايده، صحيح صلحها هاي، لا بس اكو وحده مشت ما صلحها ولا عادها ولا يعني صار عليها في التعليق بهذا الشيء. واي شخص يعني يعذرني انه انا ما انطي هذا السر والله. لك المايك يا استري بالصلاة على محمد وآل محمد. لا هذا حقك مولاي، بس انا فقط مولاي سؤال، هي 72 بيت، هي في اول 30 لو بعد 30 فقط، بس هاي في اول 30 يعني هي يعني نقول هي 72 بيت، اول 36 لو بعد 36 فقط، بس هذا السؤال، اول 36 بيت لو بعد 36 بيت فقط، بس هذا السؤال. كتب لي بس اكتب في اول بداية في 36 بيت لو بعد 36 قبل 36، يعني من الواحد ل 36 هنا، يعني من الواحد ل 36 هنا الخطأ، مو من الواحد ل 36 هنا الخطأ، مو خلاص هاي انتهى ان شاء الله. يعني هسه هم ريحنا شويه، هو طيح لنا 36 بيت زين، من 36 عندك 36 و 36 نقول 16 17 18 اول 18 لو من 18 ل 36 هسه كشف لكم ايش فيكم، بس دول المجال. عندك 36 اول 18 بيت لو بعد 18 بيت، اول 18 لو بعد بعد 18. اي منو عنده اي اخوان ان شاء الله، اذا انت قلت لنا في يعني في اول 36 بيت ان شاء الله راح نراجعها ونشوف الخطا، وذات ان شاء الله اذا الله راد نكشف هذا الخطا نكشفه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. هاي خلاص هاي السر، بس لازم تعطيني على الخاص مولاي، لازم حتى هذا يظل امانه، يعني ما اطرحه بالتسجيل، اعطيني على الخاص، اعطيني على الخاص وظل هذا السر بيني وبينك. اوقف التسجيل مولاي وسام، اوقف التسجيل اول 36 بيت، خلاص يلا وسام مولاي انا راح اوقف التسجيل ان شاء الله.